اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. من اغرب واكتر المشاكل اللي بتستفزني جدا جدا هي الحاجات اللي احنا بنعملها وبنتدخل فيها في ارادة ربنا. اكتر الحاجات دي اللي بتضايقني جدا بصراحة وبتستفزني جدا. جات لي مشكلة من واحدة، جوزها شغال في الترب وهي بتساعده وهي هم متربين كده. المهم دي شغلتهم ودي حياتهم وهم متعودين على الكلام ده. بتقول لي يا أستاذة أمينة، قاعدين لا بينا ولا علينا قرب المغرب لقينا ست هانم كده، وست باين عليها ان هي بنت ناس، وست يعني العز باين عليها، وجايه بالعربيه بتاعتها، ولقيناها داخله الترب عليا انا وجوزي ماسكه لفه بيضه. شكله كده احنا شفناه بعيننا ان ده طفل صغير متكفن وهي جايباه عايزه جوزي يدفنه. المهم قمنا استقبلناها، والكلام ده بصراحه يعني بيحصل وبيبقى فيه حسنه كويسه جدا لينا. المهم ان هي وقفت اتكلمت مع جوزي وقالت له بص ده ابن اختي، وهي يعني سقطت كده واحنا محتاجين ندفن الولد ومش محتاجين بقى تصريح دفن وكده، ده طفل صغير، فخد ادفنه لنا ينوبك فيه ثواب. وراحت مطلعه لجوزي ظرف فيه حوالي 1000 جنيه وقالت له دول ليك. جوزي قال لها يا ستي من غير حاجه. قالت له لا يا حبيبي، يعني دولت برضو ايه عشان انت هتتعب وكده فما تتحركش وخد. وسابت لجوزي وفضلت تحلفه، بص ده طفل صغير وملاك وارجوك تدفنه، بس اوعى تدفنه في الارض كده عادي، لا ده لازم تدفنه في قبر جنب ميت. وفضلت تحلف وتتحلف وتحلف جوزي ايمانات ربنا ان انت تعمل فعلا كده، وان الكفن اللي بديهولك او العيل اللي بديهولك ده لازم تدفنه جنب ميت وفي قبر، وعلشان يعني حرام وكده، واحنا هنبقى نيجي نزور ونشوف. واديته لجوزي من على باب التراب وخد بعضها ومشيت. وبعد ما مشيت طبعا انا بتكلم مع جوزي وبقول له طب تعالى يعني هساعدك اناولك ميه احفر معاك كده، اني اساعدك زي ما انا متعوده. قال لي طيب هاتي بس اللفه كده دي افتحها وابص. قلت له هتبص على ايد عيل صغير؟ يعني يلا ندفنه خلاص. قال لي لا انت برضو تعرفي عني كده، انا راجل اعرف ربنا كويس جدا، هاتي بس وريني. جوزي مسك اللفه دي البيضه ومسك فتحها، وكانت بالنسبه لي هنا يا استاذه امينه الصدمه والصعقه ليا. لقينا طبعا في اللفه دي مش عيل صغير، اللي هقوله لحضرتك ده صدمه كبيره جدا. احنا بالنسبه لنا شفنا حاجات كده ويمكن حاجات ألعن من كده، انما انا حابه احكي لك عشان الناس اللي عندك تاخد بالها ويخلي بالهم. بنفتح طبعا الكفن او اللفه دي، لقينا لية خروف كبيره قد كده. يعني لقينا لية خروف كبيره قد كده. فانا وجوزي اتفزعنا من المنظر، ولقينا مكتوب على اللية دي بالاحمر او بالقلم الفلوماستر الاحمر معمول رموز معينه وطلاسم واعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مكتوب حاجات غريبه جدا جدا. احنا لاننا شفنا الحاجات دي كتيره قوي وياما قابلتنا، وربنا اللي يعلم كنا بنحرقها وبنتخلص منها والكلام ده، ولكن احنا ورد علينا حاجات فعارفين طريقه كتابه السحر والعياذ بالله والكلام ده. فاحنا استغربنا وقلنا ايه ده. فجوزي قال لي شفتي يعني انا كان معايا حق، الحمد لله ان انا ما سمعتش كلامها وما استسهلتش ونزلت على طول دفنت الحاجه دي، وكنا اذينا حد ملهوش اي ذنب. يا عالم هي بتاذي مين ولا عايزه تعمل ايه. من هنا الغريب برضو اللي هتسمعوه والاغرب واللي انا بعتها عشان اخد رايك فيه، ان جوزي بقى قلت له طب دي نرميها ولا نحرقها ولا نعمل فيها ايه؟ قال لي حد يحرق او يرمي النعمه دي نعمه وربنا بعتها لنا وده رزق. قلت له طب هنعمل ايه يعني؟ دي ليه خروف هنعمل بيها ايه؟ طب هعمل ايه انا؟ لقيت جوزي بيقول لي لا دي نعمه يا عبيطه، اوعي لي كده. وراح ماسك لية الخروف دي وراح فضل يدعك فيها ويغسل فيها تحت الحنفيه بالميه، وخلاها فله ونزل كل الكتابة الحمراء دي من عليها وكل الطلاسم اللي كانت عليها. وبعد كده حطها وفضل يقرا عليها آيات قرآن معينة، احنا بنبقى عارفين ان دي الآيات دي بتبطل سحر او كده. وفضل يعمل كده هوت، وقال لي دي نقطعها بقى ودي نقعد سنة ناكل منها. يعني تقعدي سنة كاملة تطبخي لنا باللي هي التحفة دي اللي احنا ما نحلمش نروح نشتريها من عند الجزار. قلت له انت بتهزر؟ هناكل حاجه كان معمول عليها عمل وسحر لحسن بعدين نتاذوا ولا العيال يحصل لهم حاجه؟ قال لي يا ستي وحدي الله، هو فين العمل؟ العمل خلاص راح، انا شلته ومسحته وطهرته وقرينا قران وزي الفل. كلي منها يا ست الكل وانتي مطمنه. من هنا بصراحه انا سمعت كلام جوزي، سمينا وقلت له ماشي. طيب
انا دلوقتي عايزه اعرف حاجه، احنا خدنا اللية وعملنا كده وغسلنا وهنطبخ بيها ونعمل كل حاجه عشان ما حدش يتأذي. انما السؤال بقى هنا، هل الظرف اللي فيه ال1000 جنيه اللي جوزي خده، انا بقول له ان الفلوس دي كده تعتبر حرام، لان دي كانت امانه ومبعوثه لنا، او الست اديتها لجوزي علشان نعمل لها خدمه، احنا ما عملناش الخدمه دي. مش المفروض ان ال1000 جنيه دي مش هندوها لها عشان ما تعرفش ان احنا ما حطيناش الحاجه؟ ولكن انا بقول لجوزي يعني نطلعها لله او نديها لحد غلبان. جوزي بيقول لي لا، احنا اولى بيها، واحنا برضو ناس غلابه، وده رزق ربنا بعتهولي ورزق بعته لاولادي، وانا بدل ما كنت هاخد الفلوس دي واعمل اذى في حد، انا هاخد الفلوس دي عشان انا منعت اذى في حد، فربنا بعتها لي. عايزه اقول لكم ان انا جوزي راجل خير، راجل يعرف ربنا كويس جدا. ياما والله قابلتنا حاجات يمكن افظع من كده وحاجات اكبر من كده، وبنشوفها بقى في المقابر بالصدف كده. بس جوزي بيفضل يلم في الحاجه دي، لو ورق او قماش او حاجات مكتوب عليها حاجات زي كده بنمسكها بنحرقها فعلا. آه وبنتخلص، وبيفضل يقرأ عليها قرآن وحاجات كده. انما المره دي في مبلغ من الفلوس، انا بصراحه مش عارفه. انا قلت لجوزي، كان ردوا عليا زي ما حكيت لكم. عشان كده انا بعت لحضرتك بصراحه، ودايما بقعد وبتفرج عليكي، فانا عايزه الراي الصح والراي السليم. الفلوس دي ايه مصدرها وايه وضعها بالنسبه لنا؟ اعمل ايه؟ هل راي جوزي صح ولا لا؟ طيب دي المشكله اللي معانا النهارده، وانا هرد عليكي سريعا كده في كلمتين. اول حاجه، انتوا مثال كويس جدا. اتمنى كل اللي القائمين على المقابر او شغالين في الترب يبقوا زيكم، وفعلا يحاولوا يطهروا الدنيا من الاعمال ومن السحر. اللهم احفظنا يا رب، وربنا يجعلهم في نار جهنم. دي حاجه. تاني حاجه، بالنسبه للمبلغ المالي، لا طبعا حضرتك او جوزك مش هتسألوا عليه، لانه زي ما جوزك ما قال هو رزق، وفعلا يعني ربنا بيرزق كل بني ادم. هي بتحط الفلوس دي عشان تأذي شخص تاني او بني ادم تاني ربنا خلقه، فربنا سخر جوز حضرتك وحضرتك عشان نمنع الاذى ده عن الناس. فده اقل عطيه من عطاء ربنا ليكوا، ولسه ربنا هيديكوا تاني طول ما انتوا بتعملوا اعمال كويسه واعمال خير. وده كان رايي. وطبعا ده برضو يعني حكم دين وحكم شرع، ان حضرتك ما عليكيش اي مسؤوليه، او ما فيش اي خطأ من ده، وان المبلغ والفلوس دي من حقكم وحلال عليكم. اتمنى كل اللي شاف الحلقه دي يقول رايه ايه، ويقول فعلا لو حصل له مواقف مشابهه. وما تنسوش المتابعه واللايك والشير عشان يوصلك مني كل جديد. كانت معكم امينه الزهري.